والصلاة والسلام على رسول الله. راح نسوي مع بعض اليوم بإذن الله كوكيز بنكهة سعودية، وهو كوكيز التمر. التمر مكون أساسي في بيوتنا السعودية والعربية بشكل عام، ودائما يكون موجود ونقدمه للضيوف، لذلك حبيت أني أسوي نكهة اليوم من ثقافتنا العريقة. المكونات كلها قايستها بالميزان الإلكتروني أو بالأكواب المعيارية، وحطيتها في هذه الأوعية الزجاجية وصفيتها قدامي عشان تسلسل العمل يكون بسيط وسهل، وعشان تاخذ من حرارة الغرفة، وجميع المقادير تكون بنفس الحرارة، ما في شي حار ما في شي بارد، عشان تعطينا عجينة متمازجة وحلوة. في وعاء الخلط على طول راح انزل الزبدة اللي بحرارة الغرفة، ووراها مباشرة السكر البني، وضروري يكون رطب، وعلى طول السكر الابيض، وبعدها بحط عجينة التمر او معجون التمر او مهروس التمر زي ما تسمونه، تلقونه دايما بالمحلات، على طول تشترونه كذا مهروس، ومباشرة اخلطه بمضرب البادل لمدة 5 دقائق على سرعة عالية. المرحلة الأولى هذه هي أساس صناعة الكوكيز، لازم نضربها لمدة طويلة ونخلط على سرعة عالية جدا عشان يعطيني مزيج كريمي متضاعف الحجم وفاتح اللون. أحط البيض والفانيليا وأخلط على سرعة متوسطة لمدة 3 دقائق. أنخل النواشف بواسطة منخل الكوب، هذا المنخل ينزل لي النواشف بشكل سلس ومرتب وسريع عشان يكون المزيج ناعم. أبدأ بخلط النواشف، ولكن بشرط أوقف الخلط أول ما يختفي الدقيق، ما نطول خلط عشان ما نبغى الجلوتين يتكون. هذه خطوة وضع حبيبات الشوكولات، ولكني اخترت أحط حبات التمر، أبغى نكهة التمر معززة وقوية وتكون ظاهرة جدا عند قضم كل لقمة من الكوكيز. للكوكيز المحشي راح أحشيه بعجينة التمر عشان يعطيني نكهة عجيبة، وأيضا حبة شوكولات أبيض، أبغى تناغم الألوان يكون جميل، وأقفلها كويس من جميع الاتجاهات. التقفيل مهم عشان ما تطلعنا الحشوة برا ويخرب علينا الكوكيز المحشي. أكورها باليد بهالشكل، وبعدين أحطها على طول بحبات الشمر وحبة البركة زي كذا، أغمسها حتى تلصق الحبات، وأيضا بحط معاها حبة البركة السوداء عشان اللي يشوفها على طول يبرمج إنها تمر. وحطها في فرن مسبق التسخين في الرف الوسطي حتى تستوي. استوى عندي الكوكيز والريحة مالية البيت بالشمر وحبة البركة. الكوكيز الكلاسيك ما في أسهل منه، تاخذين بواسطة ملعقة الآيس كريم وحطه على يدي بهالشكل، وأكوره عشان ما تبقى فيه أي زوائد وتحترق، وعلى طول على الحصيرة المانعة للالتصاق. وصفيت حبات الكوكيز، أنا أحبها تكون كذا مكورة عشان كذا ما ضغطتها. بعد ما طلعت من الفرن ما أخذت حتى 10 دقايق، مباشرة أنقلها إلى شبكة تبريد عشان تبرد من فوق ومن تحت، ما بحرارة الصينية تأثر عليها وتتيبس. لو تشمون الريحة يا بنات منتشرة بالبيت، نكهة الشمر على حبة البركة شيء مو طبيعي. وأيضا الكب كوكيز راح أسويه بواسطة ملعقة الآيس كريم عشان تعطيني معيار ثابت، وأكورها باليد، ما أبغاها تكون ملخبطة، كورة مرتبة جدا وأحطها على القالب. بواسطة خشبة الكبس على طول راح أكبسها وأبرم وأرفع على فوق عشان يعطيني أشكال كب كيك مرة جميلة ومرتبة. راح أخبز حبات الكوكيز على فرن مسبق التسخين بالرف الوسطي. أول ما نطلعها من الفرن نرجع نكبسها بخشبة الكبس، وأطلعها على طول على شبكة تبريد عشان تبرد تماما، ونبدأ نحشيها ونرتبها. القالب هذا أصلي ومبخوخ زيت وممتاز، عشان كذا مستحيل يلصق فيه أي شيء سواء كوكيز ولا غيره، فقط بخوه زيت واعتمدوه على طول. وللتزيين راح أزينه وأحشيه بنكهة الكراميل لأنه متوافق جدا مع نكهة التمر. وطبعا النجمة دائما كريمة التشيز الاحترافية اللي تلبق دائما مع هذه النكهات. وبكذا اكتملت دورة كوكيز التمر بالنكهة السعودية الأصيلة اللي تحكي لنا عراقة تراثنا وتقاليدنا الجميلة. دائما نفخر بتقديم جميع الحلويات من شتى الأنواع بطابع سعودي ونكهات عريقة تحاكي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.
خلوني أقطع معاكم الكوكيز المحشي بالتمر والشوكولات. يا سلام على الليونة، ليونة مو طبيعية كأنها كيكة. وبصراحة أقول لكم نكهة التمر جبارة مع الكوكيز بشكل لا يوصف. تقدمون الكوكيز بالنكهة السعودية مع القهوة السعودية بهذا الشكل الجميل، من أقوى النكهات وألذها. والتزيين زينته بكريمة التشيز لأنها مرة جميلة مع التمر. كل الأشكال جميلة، تقدرون تزينونها باللي تحبونه، بحبة البركة، بالشمر، بحبة تمر، بالكريمة، باللي يريحكم لأنها قمة اللذاذة. أتمنى أن هالدورة أعجبتكم، ولا تنسوني من دعواتكم الصالحة وتطبيق وصفة كوكيز التمر الاحترافية وتقديمها لضيوفكم أو كمشاريع. ترى الطعم جبار وخرافي، وأحب دايما أقدم لكم كل جديد وكل مفيد، وبإذن الله أن هذه الدورة راح تحوز على رضاكم وأشوف تطبيقاتكم الجميلة.